بعد ما عرفنا مين بنى كيهك ومين رتبه ومين ثبت شكله النهائي، في سؤال أخطر بكتير: مين الناس اللي اشتغلوا في صمت، اللي عاشوا قصص حقيقية ودخلوا كيهك من أبواب الألم والتوبة والسهر والدموع؟ يلا بينا نعرف حكايتهم. المرحلة السابعة، القرن السابع والثامن. الراجل اللي كان بيحب الجملة الصغيرة، القمص مرقس الإسكندري. ما كانش شاعر كبير ولا صاحب اسم رنان، كان أب كاهن بيقعد في الكنيسة بالليل يسمع الرهبان بيسبحوا، وفي وسط التسبيح كان يحس إن في حاجة ناقصة، مش لحن طويل ولا قصيدة كبيرة، جملة صغيرة تطلع من القلب وتدخل الصلاة. كتب مقاطع قصيرة تتقال وسط المديح. الإضافات دي هي اللي خلت كيهك مش محفوظ لكن عايش. المرحلة الثامنة، القرن العاشر. الراجل اللي خاف على الذاكرة، القمص بطرس الدمياطي. في زمن بطرس ما كانش فيه كتب مطبوعة ولا تسجيلات، كيهك كان بيتنجل من فم الفم ومن قلب القلب. بس بطرس كان شايف حاجة خطيرة: الناس بتموت والألحان ممكن تضيع، فقعد يكتب. سهر ليالي ينقل ويراجع ويصحح، جمع الهسات وجمع المديح وحطهم في مخطوطات، مش علشان اسمه يبان لكن علشان كيهك يفضل حي بعد موته. في نفس الفترة تقريبا، وهنا نعرف سر البيت اللي عاش أكتر من اسمه، القمص يوحنا السمنودي. سمنود ما كانتش مدينة عادية، كانت مليانة شمامسة وكتبة. يوحنا ما كتبش مديحة كاملة لكن كتب بيت واحد، بيت صغير دخل جوه مديح أكبر. وفي بعض المخطوطات القديمة البيت ده مكتوب جنبه قالوا يوحنا السمنودي. الاسم اختفى مع الوقت لكن البيت لسه بيتقال. وده يعلمنا حاجة: مش كل اللي كتبوا كيهك كتبوا مديح كامل، بعضهم كتب سطر والسطر عاش. المرحلة التاسعة، أبو السعد الأبوتيجي. في كيهك بنسمع مدايح دافية طالعة من القلب، بس قليل قوي اللي يعرف إن بعض المدايح دي من واحد كان في يوم من الأيام واقف في الضلمة مش في النور. خليني أحكي لك قصة مش بس عن شماس ولا شاعر لكن عن إنسان اتغير. البداية، راجل الناس بتخاف منه. أبو السعد ما كانش اسمه يتقال في الكنيسة، كان يتقال في السر. كان ساحر، مش دجال بسيط، لكن واحد عارف كتب وتعويذ وأسرار. ناس تروح له علشان تعويذة أو سحر أو انتقام. كان مشهور وكان الكل بيخاف منه، بس الشهرة ما بتديش سلام. التقليد الكنسي بيحكي إن أبو السعد مر بتجربة قلبت حياته، رؤية أو مواجهة روحية أو ظهور للعذراء مريم. المهم إن اللي كان فاكره قوة وبيعتمد عليه انهار واتكسر، وفهم لأول مرة إنه مش قوي بسحره زي ما كان فاهم، وإن في إله هو اللي ماسك الكون ومتحكم فيه. أبو السعد ما دخلش الكنيسة بكرامة، دخل مكسور، واقف ورا ساكت. ساب السحر، حرق كتبه، ومش بس كده، ده حرق صورته قديمة وابتدى من الصفر. بقى شماس، يتعلم، يسمع، يسهر ويسبح. مديحه ما كانش زي أي مديح، كان فيه دموع، ندم وشكر. كتب مدايح بالعربي قريبة من الناس، مش معقدة لكن صادقة. كلام واحد شاف الضلمة وبيحمد ربنا على النور. علشان كده مديحه دخل كيهك مش بالعافية لكن لأن القلب قبله. أبو السعد مش مهندس وما رتبش كيهك ولا حط أرقام، لكن عمل حاجة أخطر: حط قلبه. مدايحه اتقالت في ليالي كيهك، خصوصا السهرات العربية، وخلت كيهك مش بس تراث لكن شهادة توبة. قصة أبو السعد بتفكرنا بحاجة مهمة: إن ربنا ما بيختارش الكاملين لكن التائبين، وإن كيهك
مش بس تسبيح، ده مكان اللي وقع وقام. المرحلة العاشرة، ناس ما نعرفش أسمائهم بس نعرف صوتهم، رهبان الأديرة المجهولين. ناس كتير ما دخلتش التاريخ، راهب لحن جملة في ليلة برد ومشي، واحد زود كلمة علشان المعنى يكمل، حد عدل نغمة علشان الصلاة تطلع أسهل. ولا واحد فيهم كان مستني مجد، لكن كلهم سابوا أثر. كياك مش بس ترتيب ولا أرقام، كياك ناس تعبت وناس تابت وناس سهرت وناس كتبت وناس اختفت، وإحنا ورثنا الصلاة. علشان كده وانت بتسمع كياك افتكر، انت مش بتسمع لحن، انت بتسمع قصص حياة. قبل ما نقول سلام، لو حابب تتأكد من اللي سمعته، كل المصادر والمراجع موجودة في أول تعليق. بس في معلومة مهمة لازم تبقى عارفها، الكنيسة تحفظ الصلاة حتى لو نسيت تسجل الأسماء. وفي النهاية ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس. كل سنة وانتوا طيبين، نتقابل في فيديو جديد وحكاية جديدة. مع السلامة.